السلام عليكم، مرحبا بكم في شيوة وإبداعات عائشة السمناني. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في كامل الصحة والعافية. اليوم غنشارك معكم واحد المحنشة معمرة بالبصلة خضارية والفرماج، وغير العجينة ديال المسمن عادية اللي معتادة عندنا، اللي كنديرو. عندنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض وربعة ديال فينو. غادي نعجنو مع شويه ديال الخميره، شويه ديال الخميره ماشي بزاف، وقبيصه ديال الملحه كالعاده، وانتم معنا. كيما شفتوا هي دلكت مزيان، نخليها ترتاح شويه ونمشيو نوجدوا الحشوه. دابا قطعنا البصله الخضاريه على شكل هكا رقيقه. خلينا هاد الخضر هذا ديالها مزيان، مفيد، فيه فيتامينات، مفيد. وغنديروا معاه شويه ديال الزعتر، نشحروها مع شويه ديال الزعتر وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. يعني وصفه بسيطه جدا واقتصاديه في نفس الوقت. ملي شحرنا البصله درنا فيها شويه ديال الزعتر وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. غنبداو نورقوا في المسمن. الزعتر ضروري، الزعتر تتجي زوينه، كتجي بحال الشكل ديال بيتزا، ديك كدير فيها البنه ديال البيتزا. كنورقاو شويه ديال الزيت والزبيده بحال المسمن عادي. صافي كنديرو هكا بسيله هكايا على الطول. ندير شويه ديال الزعتر هكايا، شويه ديال الفرماج، وتنبداو ندويوها هكا. نخليوه هنا خاوي باش حيت غادي تشد المحنشه. راكم كتعرفوا المحنشه كيفاش تتكون. صافي كنديرو ليه على هذا الشكل هذا هكايا. صافي تنبقاو غاديين تروليوها بالطول. هكايا وكنحطوها في الطاوه. كنحطوها هكا في الطاوه على هذا الشكل وكنضرب هكا باش تنبقاو غاديين حتى نكملوها. نديرو نخليو هذا باش غندخلو فيها الجهه الاخرى. هكايا نبقاو غاديين.
هاهو مغسوله ومقادو، غنحطها هكايا راها مغسوله. لان السباش ما كاينش. المهم هاكا نبقاو غاديين، هاكا نبقاو غاديين في التوراق ديال المحنشه ديالها. غنديروها كبيره وغادي تشوفوا الشكل ديالها كيفاش غتجي. ديروها في الفران سخون، كل وحده وعارفه القياس ديال الفران ديالها. اللي كان الفران ديال الدوره كديروا على 180، كان الفران ديال الغاز راه نتوما عارفين القياس ديال الفران ديال الغاز كيفاش يكون. يعني كل وحده يعني عارفه قياس فرانها، تنقولوا كل وحده عارفه قياس برادها وكل وحده عارفه قياس فرانها. ايوا صافي هكايا وحنا غاديين. هكا شويه ديال الفرماج، نسيت الزعتر، غنزيد الزعتر ماشي مشكل. ها هو وصافي ونبقاو غاديين. ما كملناها في الكراس، هي نخليها شويه ترتاح شويه بين ما سخنا الفران وندخلوها. اما بالنسبه للفرماج نخليوها حتى طيب شويه، عاد نديروا لها شويه الفرماج من الفوق باش ما يتحرقش. تنطفيو الفران ونديروا ليها شويه الفرماج من الفوق بحال هكايا، ندردروا عليها من الفوق عاد باش ندخلوها تاني تحمر شويه ونخرجوها. المهم هذه الطريقه كما كتشاهدوا كتجي هكا زوينه وراه كتجي لذيذه بزاف، كتجي بنينه بزاف. دابا نخليوها غير شي شويه تدير ونعاود ندخلوها بين ما سخن الفران ندخلوها. الشكل النهائي ديالها ملي خرجنا من الفران تتجي محمره، ندردوا عليها شويه ديال الفرماج من الفوق وكتجي بنينه واقتصاديه. ماكل ساعات تجي رائعه وبالصحه والراحه. ودمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتجي مقرمشه.